تشافي ألونسو واحد من المدربين الشباب الذي ترصده أعين العديد من الفرق الكبرى، أبرزهم ريال مدريد. فألونسو طبق فكرا تكتيكيا جديدا في فريق بايرن ليفركوزن، واستطاع تحسين مردود الفريق بشكل كبير. في مقطع اليوم سنحاول شرح الفكر التكتيكي الذي يعتمد عليه تشافي ألونسو، وكيف استطاع أن يجعل فريق بايرن ليفركوزن فريقا قويا داخل ألمانيا. قبل أن نبدأ، المرجو أن تساعدنا بالضغط على زر اللايك ليصل هذا المقطع لأكبر عدد ممكن من عشاق كرة القدم حول العالم. منذ قدومه لتدريب فريق ليفركوزن، اعتمد تشافي ألونسو على خطط مختلفة، وهي 3-4-3 و5-4-1 و3-4-3 دايموند، لكنه دائما ما يلعب بثلاث قلوب دفاع. ألونسو يفسر ذلك أن فريقه يمتلك لاعبين بطيئين في الخط الخلفي، لذلك يحاول تضييق المساحات في الحالة الدفاعية والدفاع بشكل مكثف. منذ قدومه لتدريب الفريق، هذه هي أكثر تشكيلة اعتمد عليها في الخط الدفاعي: تابسوبا وطاه بالإضافة لهينكابي. هينكابي يصعد في الكثير من فترات اللقاء ليشغل منصب الظهير، أما فريمبونغ ظهير يقدم أداء هجوميا قويا على عكس بيكر الذي يلعب بطريقة متوازنة، لذلك فإن هينكابي يتقدم لمساعدة الهجوم وتحقيق توازن في الفريق. في حالة البناء، تشافي ألونسو يعتمد على رسم خططي 3-2-5. الظهيرين يتمركزان في أقصى عرض الملعب، فيما يتمركز 3 مهاجمين في العمق. روبرت أندريخ يلعب دورا هاما في صناعة اللعب من الخلف ولعب تمريرات مباشرة نحو العمق. ألونسو لا يقوم بتدوير الكرة بشكل كبير مثل ما يفعل بيب غوارديولا مثلا، بل يفضل اللعب المباشر نحو الأمام. فحامل الكرة يتلقى أمرا بالتمرير نحو المهاجم إذا وجد أي ثغرة ممكنة. هنا في هذه اللقطة الكرة مع روبرت أندريخ الذي يملك خيارات عديدة في التمرير نحو المدافعين، لكنه اختار الخيار الأصعب والتمرير لفيردز بين اللاعبين. فيردز يلعب دورا هاما جدا في استقبال الكرة والتحرك نحو الأطراف من أجل تقديم خيار للتمرير لحامل الكرة. هنا في مباراة أمام فريق بروسيا مونشنغلادباخ، فلوريان فيردز يعود لوسط الميدان لاستلام الكرة. قلب دفاع فريق مونشنغلادباخ إيتاكورا لحق بفيردز وترك مساحة خلف ظهره للاعب أمين عدلي من أجل استلام الكرة خلف ظهر الدفاع، لذلك فإن فيردز يعد أهم لاعب في منظومة تشافي ألونسو، سواء من ناحية صناعة اللعب أو حتى في إخراج الكرة من الخلف. في حالة الهجوم 3 مهاجمين يتمركزون في العمق، فيما يفتح فريمبونغ وبيكر عرض الملعب. ديابي وأمين عدلي يغيران المراكز بشكل متواصل طوال المباراة، ويحاولان إخراج دفاع الخصم من التكتلات بتمريرات قصيرة. فريمبونغ يعد أهم لاعب في الفريق أثناء الحالة الهجومية، فهو يمتلك السرعة والمهارة من أجل اختراق دفاع الخصم عبر الطرف وتقديم تمريرات حاسمة. تشافي ألونسو يعتمد على لاعبين سريعين في الهجوم، فقد تخلى عن أهم اللاعبين ومنهم هداف الفريق في الموسم الماضي باتريك شيك، وعن مجموعة من اللاعبين آخرين فقط ليطبق فكره التكتيكي. فألونسو يحب اللعب بمهاجمين سريعين مثل أمين عدلي وديابي، ولا يلعب بمهاجم كلاسيكي، لأن أسلوب ألونسو يعتمد على لعب كرات خلف ظهر الدفاع كما توضح هذه الأمثلة. ليفركوزن فاز على بايرن، وكان أحد أسباب إقالة جوليان ناغلسمان، وذلك بفضل المرتدات السريعة التي اعتمد عليها ألونسو، والتي حصل بفضلها على ضربتي جزاء. في الحالة الدفاعية، عندما تكون الكرة مع فريق الخصم، يقوم بايرن ليفركوزن بالضغط المتقدم ب3 لاعبين في الهجوم، فيما يقوم لاعب الوسط
بتغطية قنوات التمرير وإجبار الخصم على العودة للخلف. إذا نجح الخصم في التقدم بالكرة، ليفركوزن يتحول للعب بتكتل متوسط دون القيام بضغط على حامل الكرة. 5 لاعبين يقفون في الخط الخلفي، فيما يتنقل لاعبو الوسط والهجوم من اليمين إلى اليسار من أجل التغطية على المساحات والضغط على حامل الكرة بلاعبين أو أكثر. هينكابي يقوم بدور وسط الميدان المتقدم في حالة لعب الخصم لكرات مباشرة، ويقوم تابسوبا بنفس الدور في الجهة المعاكسة. التحولات الدفاعية لفريق ألونسو مميزة جدا، فقد يقوم لاعبو خط الدفاع من التقدم للأمام لتعطيل الخصم ومنعه من الدوران من أجل إعطاء الفرصة للاعبي ليفركوزن بالعودة للخلف بسرعة كبيرة. ألونسو أثبت أنه مدرب جيد جدا، وقد حقق نجاحا كبيرا مع فريق بايرن ليفركوزن رغم أنه لم يحقق أي لقب بعد، إلا أن فريقه أصبح فريقا جيدا ومتمرسا، وظهر تحسن كبير على مستوى أسلوب اللعب وحتى في نتائج الفريق. لذلك فإن خبراء كرة القدم يتوقعون مستقبلا باهرا لتشافي ألونسو في مجال التدريب. فهل ألونسو سيكون المدرب القادم لفريق ريال مدريد؟